إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا ازاي تنظيف الكرشة. وتنظيف الكرشة ده بسيط جدا وأمره سهل. بس أنا جايبه لكم قطعتين من أهم أنواع الكرشة. لازم تتنظف بطريقة ايه يعني معينة شوية. يعني دي عبارة عن شعر. الشعر ده بيبقى ما بينه غارس حاجات، بكتيريا بقى، على تبن، على قش، على حاجات زي كده. لازم تنظفيها جدا. وديت اسمها ام شلاتيت، اسمها جلاليب، مش عارفة يعني كل بلد بتسميها بطريقتها. فاحنا عندنا هنا بنسميها ام شلاتيت او جلاليب. معرفش عندكم بتسموها ايه في البلاد العربية. دلوقتي دي امرها سهل جدا. اهم حاجة واحنا بننظف بنفتحها كده يمة يمة. بصوا، شايفين؟ قربي كده بالكاميرا. شايفين اللي بيبقى ما بين الراق والراق؟ تبن وبكتيريا. لازم تشيلي ده كله، لازم وتنضفيه. بصوا بيبقى سهل ان يطلع. لازم القشرة دي تتشال. بصي بايديا بيطلع ازاي بكل سهولة. شايفين؟ ده لازم كله يطلع. ده تشيليه ويطلع. ولازم تنضفي ما بين الجراب واخوه. يعني بصي ما بين الجراب ده والجراب ده، شايفين؟ فلازم ده يتغسل. ما ينفعش نحطها كده في المية ونطلعها. لازم نمسكها ونغسلها حتة حتة عشان محدش يقرف. شايفين؟ اهم حاجة غسلها. اهم من التسوية بتاعتها غسلها. شطارة الست بتبان من غسيلة الكرش. شايفين يا حبايبي سهل ازاي بتتنضف؟ ازاي بتتنضف؟ بالطريقة دي كده وتحت مية بتجري. ما تيجوا مع بعض نشوف. يلا يلا مع بعض على الحوض. هنا يا حبايبي لازم تكون المية كده كتيرة. وفي الكرشة بصوا لازم تعملوها كده عشان يطلع اللي فيها ده. بصوا بالطريقة دي لازم ده يطلع. وممكن تحطوها على رخامة تكون مصبينينها، او تكون على ايه بلانشة حاطينها. فاحنا ممكن نجيبها هنا كده زي كده ونبتدي نكحتها. بسم الله كده هتطلع معاكي برضو بكل سهولة. طب في ناس الكرشة ممكن ما تطلعش معاها. تعمل ايه؟ تجيب مية مغلية وتسقط الكرشة فيها، بس يكون فيها كربونات صودا او نشادر، لان بتفورها وتخليها تطلع. معايا يا حبايبي بالشكل ده. بتفضلي كده معاه لحد ما بتتنضف بالطريقة دي كده اهو. وزي ما قلنا ما نتفتش معانا كده بالسهولة ديت. في قلب مية مغلية نسقطها فيها ونطلعها. يعني بتاع دقيقة في قلب المية هتلاقيها بقت تطلع معانا بكل سهولة زي كده كده. بصوا بتطلع ازاي بكل سهولة في ايديكي. ايدي بصي اسرع من السكينة كمان. تقدري انت تكريها. بصي انت بتمسكي حرفها وبتكريها. شايفين يا بنات؟ شايفين؟ محدش يصعب حاجة على نفسه. جربوا وشوفوا. بعد كده قولوا احنا عملنا كذا. ما تقولوش احنا حاولنا ومعرفناش، او مثلا طريقتها شكلها صعبة هنعملها ازاي. لا جربي. في بنات ما شاء الله اللهم بارك صغننة ومن زمان وهي بتعمل. ليه؟ اتعودت تدخل المطبخ مع مامتها وتشتغل بايديها كده يا حبايبي. بصوا اسهل من السكينة ازاي بتتكر معايا كده. دي هننضفها مع بعضنا كده وتبقى سهلة قوي. شفتوا عملنا جزء قد ايه؟ كل دوت ملوش اي لازمة، عشان ده بيبقى مليان بقى ايه بكتيريا زي ما قلنا. والبتاع ده التبن بيبقى مليان حاجات كتيرة، يعني ما ملاش اي لازمة كده. دي طريقة تنظيف. دول انا جبت لكم لو قطعتين دول يمكن من اصعب حاجة في الكرش كده. بس في حاجة عايزة اقول لكم عليها واحنا بننظف، اللي اهم من ده واحنا بنشيله. في هنا الشكل ده في الظهر الابيض ده، في الشكل ده ما يتشالش غير بعد ما نخلص تنظيف ده خالص. وكل اللي عليه ده يترمي ويتغسل فم واتنين وتلاتة. ده يتشال اخر حاجة. طب ليه يتشال اخر حاجة؟ لان الملمس دوت
زي مادة لزجة، اي حاجة بتطلع منه. يعني لو دوت اتشال واتغسل وجبت بقى الاسود دوت عليه، هتلاقيه راح طبع فيه ما طلعش، سواء بقى هو او مية التبن او اي حاجة. فالكرشة الظهر بتاعها الابيض ده بعد فمين 3 وبعد ما تشيلي كل الكازورات اللي عليها دي اخر حاجة تتشال، وبعد كده تغسليها فمين 3 تاني. دي نصيحة من ام لبناتها، اوعوا تشيلوا دي اول حاجة. هي سهلة جدا انها تتشال، بصوا بتتشال زيها زي الحتة السمراء اللي احنا شلناها، بس احنا مش عايزين نشيلها، لان لو شلناها حتى هيلزق مكانها اي بكتيريا احنا بنطلعها تلبت فيها، فكده يبقى ما نضفناش حاجة، شلناها من هنا تتحط هنا. فدي بعد ما بننضف دي ونغسلها فمين 3، دي بقى بنشيلها اخر حاجة. كده الكرشة اصبحت تبقى نظيفة معاكي وتبقى سهلة قوي قوي قوي. طب هنعمل ايه كده؟ عرفنا تنظيف دي ازاي، ماشي؟ هنخش على دي ونشوف تنظيفها، ماشي يا حبايبي؟ انا علشان وقتكم ووقت الفيديو. اول حاجة احنا هنمسكها ونقطعها قطع صغيرة على قدنا، فاهمين يا حبايبي؟ يعني مثلا ايه، قطعة الدهنة الكبيرة دي ملهاش اي لازمة، احنا بنشيلها وبنخفها عننا عشان ملهاش اي لازمة، هتضايقنا بس في الشيل وفي الحط. دي تتشال، وبعد كده بتقطعي نوعية الجلاليب ديت او المشلتات دي، بتقطعيها قطع علشان تبقى سهلة في تنظيفها. يعني بنمسك كده جزء كده منها كده اهو، استنى نصفيها بس من المية ونحطها كده ونصفيها ونقطعها كده. بصوا يا حبايبي، احنا كده قطعناها قطع صغيره علشان تبقى تقدري تنضفيها بكل سهوله. بتيجي كده تحت ميه جاريه كده وتبقى نازله بالطريقه دي، وبتاخديها سطر سطر. يعني اول حاجه ما بتشيليش دي، برضو زي ما قلنا برضو في الكرشه السمراء التانية، دي بتتشال اخر حاجه وبعد التنظيف. بس دي بقى بناخدها ايه، سطر سطر، يعني كده وننضف كده كده، بنشيل البكتيريا اللي فيها. وبعد كده المنديل دوت ممكن تشيليه، اللي هو الرق اللي هو الاسود ده، تشيليه كده بنفس الشكل كده حبايبي. كده بتشال كده بالطريقه دي، وتتشال معاها البكتيريا وكل حاجه كده كده. واللي عاصلج معاكي في الشيل بتاعها بسن السكينه ترجعي لها تاني. طب انا هنضفها كده ازاي مره واحده؟ لا، ده انت تعمليها وترجعي لها تاني بعد ما تغسليها فم واثنين وثلاثه، وكل فم والتاني لازم تنضفيها كده راق راق كده، راق راق كده حبايبي. هي سهله جدا في غسيلها، ده انا بس علشان الكاميرا مضايقاني بس شويه، فانا مش عارفه انضفها لكم، لكن بصوا هي سهله ازاي. تخلصيها وترجعي لها تاني، يعني بعد ما نخلص الفم ده تروحي راجعه تاني تمسكيها حته حته وراق راق وتنضفيها. هي كرشه عقبه؟ لا مش عقبه ولا حاجه، هي بس بتاخد وقت، فدي تجيبيها في يوم تكوني فاضيالها عشان الحاجه تتعمل بضمير وبحب وبنظافه، فاهميني حبايبي؟ وبعدين سبحان الله، هي الدنيا كده ارض الشقاء، لازم البني ادم يشقى فيه، وانت بتشقيه على الاكل اللي هناكله، فدي حاجه بتنزل المعده، فلازم معلش تتعبي عليها شويه كده حبايبي. وبعد ما بننضفها ونغسلها فم واثنين وثلاثة، بنحطها في ميه بملح بشويه خل، ونسيبها ساعه ساعتين عشان اي ريحه زفاره تطلع منها، وبعد كده اوريكم نسلقها ازاي مع بعض. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا انضفها وارجع لكم. كده حبايبي شكل الكرشه بتاعتنا دي، الجلاليب اللي كنا بنشوفها، شايفين النظافه؟ شايفين تفتحوها رق رق نضيفه ازاي؟ شايفين الظهر لما تشال في الاخر، ادي الظهر لما تشال في الاخر بقى شكله نضيف وابيض ازاي. لما تشيلي بقى كل دوت الكازورات اللي هنا ديت والبكتيريا والتبن والحاجات اللي بتبقى هنا ديت، شايفين لما تشيلوها كده
اما تشيلوا دي الاول وتشيلوا الحاجات دي تطلع تلبت في دي على طول، مهما تنضفوا دي تتعبكوا اكتر من دي. لكن سيبوا الظهر ده اخر حاجه تتشال، يعني بعد ما نشيل كل الحاجات التبن والحاجات اللي هنا اللي ديت اللي بتبقى بين الجزء واخوه، مادام شلتوها وغسلتوها فم واتنين وتلاتة لحد ما نطفت، تعالوا اخر فم شيلوا دي انزعوها واشطفوها حلو ورصوها، وبعد ما تخلصوا ارجعوا اغسلوها فم تاني، ولو فمين مش اشكال. المهم تاكلوا حاجه بنفس، حاجه بنظافه، وتبقوا عندكم امانه للي بينظفها واللي بيقطعها. ادي شكل المشلتات اللي قلنا عليها في الاول، ده شكلها، دي بانواعها كده، وده الظهر بتاعها كده اهي، دي مشلتات، وديت الحتت اللي احنا كنا بنقول عليها نضفناها. شايفين يا حبايبي الظهر والوش، دي اللي فيها الدهون، وادي الوش بتاعها، شايفين النظافه. تاخدي بالك من الحاجه بتاعتك تطلع زي الفل. ادي الظهر وادي الوش، شايفين؟ دي بقى تعملوها بألف هنا والشفا، تبقى بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بألف هنا وشفا على قلب اللي ياكلها. ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم فكرة بسيطة عن الكرشة، وكون وصلت لكم بكل أمانة. وإن شاء الله مع بعضنا في فيديو جديد بإذن الله. ولما أجي أعملها في فيديو تاني سليق وطبخها مع بعضنا في فيديو بإذن الله. بس انتوا ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب، واللي مشتركش في القناة يا ريته يشترك، هيشرفنا بإذن الله. أهلا بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.